الخلاصة اللي حبيت نقولها يا سي تبون، وهذه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: جيشك هو شعبك. نحن بحاجة إلى تقوية الجبهة الداخلية، لأن بشار الأسد لو كان علاقته طيبة مع شعبه السوري يضحيوا من أجله، ويضحيوا من أجل بلادهم سوريا، ما يخلوش نتنياهو يحتل 14 كيلومتر من سوريا المستقلة في أقل من ساعة. بعد سقوط نظام بشار الأسد أقل من ساعة يحتل 14 كيلومتر في انتظار المزيد. لو كان الشعب السوري ملتف حول رئيسه، ولو كان الرئيس السوري علاقته طيبة مع شعبه، ما تجرأ لا حاكم الإمارات ولا حاكم قطر ولا حاكم تركيا أردوغان ولا نتنياهو ولا غيره أنه يتلفظ بكلمة ضد الرئيس بشار الأسد. بشار الأسد خسر شعبه لأنه تجبر وتكبر وأحاط نفسه بحثالة وببطانة فاسدة. احنا مازال ما وصلناش أننا نشبه نظام الجزائر بنظام بشار الأسد الحمد لله، ولكن مؤشرات الوصول إلى هذا التشبيه راهي بادية للأسف شديد. كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه. المخاطر الخارجية يستبون كبيرة جدا. الأعداء راهم يزيدوا، التحديات تزيد، المؤامرات تزيد، التقسيم يزيد. روح شوف اليوم فقط الأعداء سواء في النظام المغربي الجبان جماعة السليمي وغيره، أو كوهين وغيره إسرائيليين، كلهم يقولوا بعد سوريا الجزائر. هذا هو برنامجهم. طبعا الجزائر كما يقول لك الناس ماهيش سهلة، والجزائر الحمد لله، الجزائريين الشعب الجزائري الحمد لله مؤمن بالمؤامرة والمخاطر والتحديات، ولكننا بحاجة إلى مصالحة والتفاف وتقوية الجبهة الداخلية أكثر من أي وقت مضى. يا سي تبون تصالح مع شعبك، يا تبون تصالح مع شعبك، يا تبون تصالح مع شعبك. قرب ليك الناس الوطنيين الأكفاء النزهاء، افتح الإعلام، خلي الناس تعبر أحسن من اللي تفرض عليك أنك تفتح لهم الإعلام. افتح الإعلام بإرادتك، خلي البلاطوهات الناس تهدر، خلي تعبر، خلي الناس تنصحك.